في الفيديو ده ان شاء الله نتكلم عن امرين مهمين في التسليح على برنامج الريفت، وهو الفرق ما بين امر بروباجيت وما بين كوبي. لو انا عندي ديتيله زي دي دخلت الاقي التسليح بتاع الستارتر بار والفاونديشن، ومحتاج ان انا عندي القاعده دي نفس القاعده مفيش فيه اي اختلاف ما بينها وما بين دي، واتاكدت من ده، ومحتاج ان انا انقل التسليح كله بالانوتيشن بكل حاجه للقاعده دي. اكيد مش منطقي ان انا هقعد اسلح القاعده دي من الاول، فانا محتاج اخد الاسياغ دي كلها كوبي بيست من هنا لهنا. لو انا برضو خدت سيكشن زي ده هلاقي القاعدة فاضية مفيش فيها أي حاجة. من هنا هبتدي أختار كل العناصر اللي عندي بالديتيلة، ومن فلتر هطلع الحاجات اللي أنا مش عايزها زي الأعمدة والقواعد. تمام، ورحت مثلا للديتيلة دي، من هنا وندايس كنترول هختار باقي الانوتيشن. نفس الكلام برضو في البلان، برضو نفس الكلام ان انا هختار التفريد كله. وهرجع تاني للبلان وهقول له كوبي، اخدها من هنا لهنا. لو رحت للسكشن بقى هلاقي كل حاجة جت في مكانها، مفيش فيها أي مشكلة عندي. يعني لو قارنا ما بين الاتنين هلاقي إن هو كل حاجة هي نفس كل حاجة جت في مكانها. ممكن الدونت بس هي اللي ما اتنقلتش، ودي ممكن ننقلها مانيوال مفيش مشكلة. ده كده بالنسبة لكوبي. كوبي الميزة الأساسية فيه إن أنا بقدر إن أنا أنقل كل العناصر بالأنوتيشن بكل حاجة من إيليمنت لإيليمنت. بس عندي مشكلة واحدة، إن لو الإيليمنت ده متغير عن ده هحتاج إن أنا أعدل كل الأسياغ بإيدي مانيوال. يعني لو القاعدة دي أكبر من دي بمتر مثلا، هحتاج إن أنا أستريتش كل الأسياغ دي بمقدار المتر أو بمقدار التغير ما بينهم. تيجي بقى هنا فايدة بروباجيت إن هو الفكرة كلها فيه إن هو لو أنا عندي مثلا دي قاعدة النموذج بتاعها F3 ودي قاعدة النموذج بتاعها F2، طبعا في فرق واضح في الأبعاد. يعني دي مثلا العرض بتاعها متر، دي متر 15، ونفس الكلام في البعد التاني دي متر 15. دي هما نفس البعد ده في الاتجاه ده، ولكن في الاتجاه التاني متغير. انا عايز انقل الاسياخ من هنا لهنا، وهو يعمل الديفولت بتاعه او يعمل الاستريتش على حسب الابعاد اللي عنده. بختار كل الاسياخ دي وبقول له فلتر واختار ستراكشر ريبار، بلاقيه اوتوماتيك فتح لي الاوبشن بتاع بروباجيت. ممكن اقول له align باي هوست واختار الهوست الجديد بتاعي، هلاقي ان هو نقل كل حاجه ما فيهوش اي مشكله. تمام، وعمل كمان استرتش للاسياخ حسب الابعاد اللي لاقيها. يعني انا مثلا لو مسكت السيخ ده هلاقي طوله تقريبا 1800، طب لو مسكت السيخ ده هلاقي ان هو تقريبا 1950، هو نفس فرق ال 15 سم اللي عندي. فالتو اوبشن دول هم مهمين جدا وبيوفروا وقت معايا كتير جدا. يعني انا ممكن لو انا عندي قاعدتين زي النموذجين دول هم تقريبا نفس النموذج بنفس التسليح بنفس كل حاجه، وانا عايز اخدهم كوبي بالانوتيشن، تمام، فاقدر عن طريق امر كوبي اختار ده من هنا لهنا ويتنقلوا كلهم معايا مفيش فيها اي مشكله. طيب لو عندي اختلاف في الابعاد ومحتاج ان الاسياخ كلها تتعدل مره واحده، عن طريق بروباجيت ان انا بختار الاسياخ اللي انا عايزها مثلا من القاعده دي واعمل بروباجيت اوديهم للقاعده الثانيه. كل امر منهم فيه عيب. بروباجيت ما بياخدش الانوتيشن، وكوبي ما بيعملش ستريتش زي ما انا عايز على حسب الابعاد الجديده. فانا محتاج اعرف انا محتاج مين فيهم واستخدم كل واحد فيهم. بس الامرين بيوفروا وقت كتير جدا في تسليح على الريفت.